ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل لا الذهب. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حنبدأ الآن نمشي من الجزء النظري باتجاه الجزء العملي. سبق وذكرت لك إنك عشان تنشئ كلاس تسوي جدول، تبني جدول. هذا الجدول يكون فيه له متغيرات ودوال أو خصائص وأفعال. جميل. حنقول خصائص وأفعال. إذا أنت عبيت الخصائص هنا خلينا نقول color ونيم مثلا، بس نكتفي بكلر ونيم. وهنا الأكشنز اللي موجودة عندي. بعد كتبنا هنا كار، هذا بالجانب النظري. جميل. هذا في الجانب النظري. أنت كل اللي مطلوب منك في البرمجة هذا الآن أنت شرحت الكلاس على ورقة. اللي مطلوب منك في الجانب البرمجي إنك تحول هذا الكلام بالضبط زي ما هو بلغة جافا لمين؟ للكمبيوتر، عشان يفهمها الكمبيوتر. هذا هو الهدف الأساسي. يعني بدل ما أنت كاتبها على صيغة جدول، لا، حولها بصيغة معينة عشان يفهمها الكمبيوتر. يعني حتنقل نفس هذا الكلام بس للكمبيوتر. فأنت حتسوي كلاس، طبعا حنفصل بهذا الموضوع. حتكتب كلاس، هنا اسم الكلاس. شوف الصيغة كيف حتكتب اسم الكلاس. طبعا أنا أتكلم بصيغة عامة الآن، بعيدين عن. حنقول كار. لاحظ أنت كتبت هنا كار. طيب هنا عندك الخصائص حتفتح. شوف، حتفتح أقواس. هذا مقصود بإيش؟ إنه عندي كلاس جديد، كأنك أنت الآن فتحت الجدول بالشكل هذا. حتكتب مثلا، طبعا في بابليك وبرايفت وهذا حنتعرض له، بس أنا حكتب المتغير. لو كتبت أنا انت مثلا موديل، لاحظ كنت أقصد به الموديل فاصلة. هنا حنعرف معناه وتفصيلها، حنعرف تفاصيلها. أنت عرفت متغير يأخذ أعداد صحيحة وكذا، ما علينا من التفصيل هذا. أنت حتوصل متغيرات هنا، اللي هي تمثل الخصائص، لأنه في الموديل هذا حيتخزن مثلا 2010 2011 2015 بالشكل هذا. الكلر حيكون له شكل معين. غلقت من الخصائص، الآن تبدأ تبص الدوال، تقول مثلا دالة كذا اسمها كذا، تفك قوسين وتبدأ تحط أقواس الدالة. حنشرح هذا بالتفصيل، بس إيش اللي أنا أبغى أوصل له من هذا الدرس؟ مو التفاصيل حقت المتغيرات وكذا، لا، إنه أنت أساسا بس تستخدم لغة جافا بصيغة معينة عشان توضح للكمبيوتر شكل الجدول هذا، لأن الكمبيوتر ما يفهم شكل الجدول هذا، لأنه هذا بالنسبة لك أنت كإنسان بسيط يعني فاهم. لكن الجدول يقول لك، الكمبيوتر يقول لك حول لي إياه. فأنت تستخدم لغة جافا تستخدم صيغة معينة لإنشاء الكلاسات. فبدل أنا ما أرسم على شكل جدول، رسمته بالشكل هذا للكمبيوتر. فلما ترسمه بالشكل هذا يفهم الكمبيوتر، يعرف إنه في كلاس اسمه كار له الخصائص هذه وله الأفعال هذه. بس هذه هي الفكرة العامة. بعد كده يقول لك الكمبيوتر بما أنك أنت انشأت الكلاسات، إحنا قلنا إنه لما تنشئ الكلاس خلاص تسوي منه نسخ بعدد اللانهائي هي الكائنات، يعني الأوبجكت هو نسخة من الكلاس. يقول لك الكمبيوتر الآن، فتجي أنت في البرمجة تكتب مثلا كار زد. أنت كده تقول الآن الكمبيوتر بلغة جافا مثلا لسه في تفاصيل زيادة، بس تقول له انشئ لي كائن اسمه زد، وهذا زد عبارة عن سيارة، كائن سيارة. طيب يقول لك ايش تفاصيله؟ خلاص انت بما انك اعطيته كار قبل، فانت تقول له ترى زد من الكلاس كار، فيقوم هو يروح ياخذ نسخة من الكلاس كار ويخزنها بداخل زد. صار لما تبى توصل لموديل تكتب مثلا زد دوت موديل. شوف كيف موديل يساوي 2010. لاحظ لو كتبت انت كار اكس، هذا كائن ثاني، تكتب اكس دوت موديل، بعدين نشوف هذه التفاصيل، يساوي 2011. لاحظ هذا زد عبارة عن سيارة واكس عبارة عن سيارة، بس من فين جاب موديل؟ جابها من مواصفات الكلاس اللي انت اعطيته اياه، لانه زد واكس عبارة عن
كائنات من الكلاس. يا سالم رحم